شيكا شيكا ضاضة مدحت وحش الرياضة. تقعد تقول لي فايز وحش الرياضة؟ لا، مدحت وحش الرياضة. صحصح مع بعض عشان نسمع الدرس الجديد. اسمع الدرس الجديد. اسمع الدرس الجديد. صحصحوا معايا. صحصحوا معايا. النهارده جبر. جبر الخواطر على الله. يلا. شيكا اسمه بيع. اوعى تنسى قانونه احسن في الحل تضيع. حل تضيع. لا يا عم شكله بديع. خليك فاهم. قانونه احسن في الحل تضيع. تعادل الطرفين. معادلات وتعادل الطرفين. والزوج المرتب واضرب في أس 2 وأي خطوة غيرها هتخلي حلك طيب. هنعادل الطرفين. انت معايا يا ابني ولا مع الأسد؟ انت معايا يا ابني ولا مع الأسد؟ أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة مدحت ميلاد ثابت. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي وشيكا شيكا ضاضة مدحت وحش الرياضة. واضرب في أس 2 وأي خطوة غيرها هتخلي حلك طيب. هنعادل الطرفين. انت معايا يا ابني ولا مع الأسد؟ انت معايا يا ابني ولا مع الأسد؟ النهارده يا حبايبي هنتكلم عن الدالة الايه؟ التربيعية. الدالة التربيعية هنشوف ايه هي الدالة التربيعية وازاي المسائل هتيجي عليها. اول حاجة نبص على الدالة من دال من ح الى ح، حيث دالة س بتساوي ا س تربيع زائد ب س زائد ج. ادي ده شكلها. ا معامل الس تربيع، ب معامل الس، ج الحد المطلق. وركز زي ما بنقول في كل فيديوهاتنا مع حركة الليزر والانيميشن بتاع الباور بوينت. دي ا وب وج اعداد ايه؟ حقيقية. ا لا تساوي الصفر. لازم معامل السين تربيع لا يساوي الصفر. معامل السين تربيع لا يساوي الصفر عشان تفضل معايا س تربيع، علشان تفضل معايا سلسلة حدود من الدرجة الثانية اقول عليها دالة ايه؟ تربيعية. طيب ندي امثلة للدالة التربيعية. دالة س بتساوي س تربيع دالة تربيعية. دالة س بتساوي س تربيع ناقص 2 دالة تربيعية. دالة س تساوي 3 س تربيع ناقص 7 س زائد 2 دالة تربيعية. دالة س بتساوي 6 ناقص س تربيع زائد س دالة تربيعية. أعلى أس والدرجة الثانية اللي هي س تربيع. وهنا في الحالة دي إن س تربيع قدامها إشارة سالبة، وهنشوف بعد كده إيه معناها. دي كلها أمثلة للدوال التربيعية. طب عايزين نشوف هنمثل الدالة التربيعية بيانيا ازاي. هناخد حالتين الاول كشرح اللي هي دالة س بتساوي س تربيع، واحنا مش هنتعب نفسنا ونختار قيم. هو هيدينا س تنتمي الى سالب 3 و3، والدالة الثانية دالة س بتساوي ناقص س تربيع متخذا س تنتمي الى من الفترة المغلقة سالب 3 و3. نمرة واحد مديني دالة س بتساوي س تربيع، ومديني متخذا س تنتمي للفترة المغلقة سالب 3 و3. هناخد سالب 3 و3 الفترة المغلقة، هناخد القيم الأعداد الصحيحة ونمثل بيها منحنى الدالة التربيعية. استدعي الآلة الحاسبة. هنظبطها من الأول. استدعينا الآلة الحاسبة، نضغط على مود 7 تطلع الفانكشن اللي انا عايز اكتبها، وبعدين ندوس على الفا والقوس اللي هو فوقيها الاكس الاحمر اللي احنا عايزينه، وبعدين نحط التربيعه. بص معايا على الاله. يبقى انا كتبت الداله التربيعيه اللي عندي. اقول يساوي ستارت. عايزني اكتب الرقم الأول في الفترة وهو سالب 3، أكتبه وأكتب يساوي. إند اللي هي الأخير يبقى أكتب الثلاثة وأكتب يساوي. وبعدين هي هيكتب لي الدالة وبالنتائج بتاعتها. دالة س لما تكون سالب 3. نبص مع بعض على الشريط الأسود
اللي هو بيبين لي القيمة -3 اللي هي طلعت 9 وهي كاتبها تحت 9 اهي، مشاور عليها بالسهم 9. طب لما كانت 2 هتبقى 4 -2 كله ده بيتكتب برضه تحت. لما كانت -1 اهو بقت 1، ولما كانت 0 0، ولما كانت 1 1، ولما كانت 2 بقت 4، ولما كانت 3 بقت 9. شكرا للآلة علشان احنا مش عايزين الآلة إلا في كده. وبعدين ندي الجدول بتاعنا، نعمل الجدول بتاعنا اهو. بص بقى دلوقتي على حركة الليزر. لما س ب-3 دالة الس ب9، لما س ب-2 دالة الس ب4، وقدامك اهو باقي الجدول. نستدعي في الوقت ده ايه؟ الشبكة البيانية المتعامدة. تعالي يا شبكة البيانية، شبكة البيانية اوبا جات اهي. نعمل ايه؟ عند -3 على محور السينات اطلع اسف لحد التسعة واعمل نقطة. بص لي الليزر الاحمر هيتحول للنقطة السوداء اللي احنا بتاعتنا. طب نجيب لما كانت -2 على السينات طلعت على محور الصادات 4، شوف نقطة الليزر هتتحول للنقطة بتاعتنا السوداء. ولما كانت -1 بواحد او بقف في الليزر وبتطلع لك النقطة السوداء 0 وايه؟ 0 1 و1 2 و4 3 و9. نعمل بعد ايه؟ المنحني. ارسم يا عم، ارسم يا عم، اطلع يا عم، انزل يا عم. ورسمنا الخط المنحني الممثل ليه الدالة. طيب لو نشوف هو بص حركة الليزر هتطلع لك هنا ايه؟ معامل السين تربيع اكبر من الصفر. يبقى الداله دي نلاحظ ان معامل السين تربيع ايه؟ اكبر من الصفر. وعندي انا دي س تربيع مفيش حدود تانية، يبقى علشان كده ايه؟ في نقطة على نقطة الاصل اللي هي صفر وصفر. طيب لما معامل السين تربيع اكبر من الصفر، نشوف النقطة الصفر والصفر هي نقطة ايه؟ رأس المنحنى. ليه اخترتها كنقطة رأس المنحنى؟ لأن المنحنى يقع، هي قيمة صغرى، هي قيمة وكمان قيمة صغرى. هي نقطة رأس المنحنى وهي نقطة القيمة الصغرى، لأن المنحنى يقع بأكمله فوقها، والقيمة الصغرى للدالة هي صفر. أنت بتختار اللي هو اللي موجود في الإحداث الصادي وتقول عليه هي القيمة الصغرى للدالة. طب إيه اللي هيطلب معايا تاني بعد أو الإحداث الصادي لنقطة رأس المنحنى اللي هي الصفر اللي أخدها؟ هيطلب معادلة محور التماثل. محور الصادات كله هو يمثل بمحور تماثل منحنى الدالة، لأن اللي على يمين منحنى اللي على يمين محور الصادات يماثله بالظبط اللي على شمال محور الصادات. يبقى معادلة محور التماثل هي س بصفر، لأنك أنت بتاخد محور الصادات كله هو محور التماثل. يبقى في الحالة دي س بصفر، يعني بتاخد برضه إيه؟ نقطة السينات تكتب عليها معادلة محور التماثل. يبقى معادلة محور التماثل هي الإحداثي السيني، والقيمة العظمى أو الصغرى هي الإحداثي الصادي. إيه اللي بيطلب في المسألة؟ بيطلب كل اللي بالأزرق اللي هو نقطة رأس المنحنى والقيمة الصغرى للدالة، والأخيرا معادلة محور التماثل. في حالة إن معامل السين تربيع أصغر من الصفر، شيكا رياضة مستر مدحت وحش الرياضة. طيب أنت دي عندك إيه؟ دي دالة السين بتساوي -س تربيع. هنشوف قصة المعامل بس بعد ما نستدعي الآلة الحاسبة بتاعنا. طيب الآلة الحاسبة إيه؟ الفانكشن موجودة؟ لا هنحط هنا يا حاج سالب قبل الإكس ونقول له يساوي، مالناش دعوة بيكي، ان 3 يساوي نبص برضه زي ما قلنا اللي هي الاكس والاف اكس. الاكس كانت -3 كانت ب9. شوف الشريط الاسود اللي هيطلع لك القيمه تحت برضه. طب لما كانت -2 كانت -4. طب لما كانت -1 كانت -1. طب لما كانت 0 طلعت 0. لما كانت 1 طلعت -1. ولما كانت 2 طلعت -4. ولما كانت 3 طلعت
9. شكرا ليكي يا آلة. احنا دلوقتي شكرا مع السلامة. نبدأ نشرح ونستدعي الجدول، لأن احنا هنصمم من ورا الكلام اللي طلع على الآلة الجدول ده. دلوقتي فين الشبكة البيانية؟ الرسم البياني فين؟ الرسم البياني. اطلع يا رسم بياني، اطلع وبان عليك الأمان. هنجيب أول حاجة -3 كانت -9. انزل تحت عند -9. يلا اظهري لي نقطة. ظهرت النقطة. طيب -2 كانت عند -4 أو عند -4 واظهري لي نقطة. -1 اللي بنقوله ده على محور السينات هيبقى عند اللي ايه -1. اظهري لي نقطة على محور الصدار. يبقى -1 على محور السينات، -1 برضه على محور الصدار. هنا الصفر والصفر واحنا عارفينها. بص للليزر اللي هو الاحمر هيبقى اسود دلوقتي 1 و1 -1 و2 و4 3 و9. يبقى كده برضو شكرا ليكي يا شبكة يا بيانية. ندخل هنا على برضو ان المعامل بتاع السين تربيع اصغر من الصفر، وفي الحالة دي تبقى قيمة عظمى للدالة. ماشي، ديكها كانت معامل السين تربيع اكبر من الصفر وطلعت قيمة صغرى لو تفتكر. نجيب الاول نقطة رأس المنحنى، وزي ما قلت في المرة اللي فاتت هو الازرق ده اللي انا عايزه. طيب وهي نقطة ايه؟ قيمة عظمى زي ما قلت. طيب يا ليه المرة دي المنحنى بيقع بأكمله أسفل النقطة اللي هي صفر وصفر. القيمة العظمى للدالة هي صفر، يبقى أكبر حاجة عندي اللي هي صفر، اللي هو باخده من المحور الصادي زي ما أنا قلت. طب نشوف الإحداثي الصادق. ماشي، نشوف بقى المنحنى متماثل بالنسبة للمحور برضه، اللي على يمينه زي اللي على شماله. يبقى معادلة محور التماثل س تساوي صفر، ومعادلة محور التماثل س بتساوي صفر اللي هي بتاعة محور الصادات كله. وزي ما قلنا إن دي قيمة عظمى عكس الثانية. ندخل نشوف المسألة. طب يا أستاذ، طب التمرين يجي إزاي يا أستاذ؟ التمرين يجي مسألة الدالة التربيعية بتيجي ازاي بقى؟ بتيجي بالشكل ده. مثال، ارسم الشكل البياني لدالة س بتساوي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3. ودي طبعا عندي الدالة التربيعية فيها الثلاث حدود اللي احنا ايه بنقولها بصفة عامة، ان الس تربيع ومعاملها هنا بواحد، س معاملها بسالب 2، الحد المطلق -3. اداني الفترة متخذا س تنتمي إلى الفترة المغلقة -2 و4. أي مسألة هتقابلك على الدالة التربيعية هتبقى بنفس النظام. يدي لك الدالة دالة س أيا كانت ويقول لك ارسم الشكل البياني ومتخذ تنتمي بالفترة اللي هو هيديها لك، ويطلب منك 3 مطالب. ومن الرسم نمرة 1 نقطة رأس المنحنى، نمرة 2 معادلة محور التماثل، نمرة 3 القيمة العظمى أو الصغرى للدالة. طب نحل إزاي يا مستر؟ الحل سهلة زي ما خدنا المرة اللي فاتت. يبقى بما أن دالة س بتساوي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3، وهعيد وأكرر وأقول اللي عايزني أحلها بالحل العادي بالتعويض يكتب لي في الكومنتات. انا مستعد اعمل فيديو تاني ان انا بدل ما بستخدم الآلة اعوض واطلع النواتج، لكن احنا في الفيديو ده هنستدعي الآلة. طيب نمسح الفانكشن ونكتب فانكشن جديدة. بتقول لي ايه الفانكشن دي؟ برضه الفا اكس تربيع ناقص الفا اكس تربيع ناقص
2 المرة دي اكس، شوف على السهم وانا بكتب، ناقص 3 تساوي، كتبت الفانكشن بتاعي ماليش دعوة بقى بالجهات اكس دي من سالب 3. لا يا عم مش من سالب 3، من سالب 2. تمام، والاند النهاية 4 من سالب 2. بص بقى دلوقتي على الشريطة السوداء أو اللي هي مكتوب تحت أنا أهو بحركة السهم، شايف اللي مكتوب تحت ده إكس سالب 2. تمام، أنا هسيب لك السهم كده علشان تاخد بالك الكتابة بتتغير إزاي. يبقى كانت كام؟ 5، أرجع لسالب 2 أنزل تحت لسالب 1، كانت كام؟ 0، أرجع لسالب 1 آخد 0، كانت سالب 3 أرجع للصفر آخد 1، كانت سالب 4. شوف اللي بيتغير عندي على طول. لما 2 كانت سالب 3 ماشي، ارجع للاثنين هات اللي بعدها 3 كانت 0، ارجع للي بعدها 4 اخر حاجه كانت الاربعه كانت 5 ودي اخر حاجه. وانا كده مع السلامه يا آلة يا حاسبه، استدعي الجدول بتاعي حسب ما ادتني الآلة الحاسبه، زي ما عملنا على الآلة الحاسبة سالب 2 ب5، سالب 1 بصفر، صفر بسالب 3، 1 بسالب 4 وهكذا. طب نبدأ نستدعي الشبكة البيانية، رسم البيان. تعالى يا بياني روح يا بياني، وتعالى يا بياني وروح يا بياني، هيجري يا البياني. ايه البياني؟ طيب لما كانت سالب 2 شوف حركة الليزر كانت 5. فين يا عم؟ فوق يا سيدي، يا سيدي فوق 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 يا ابني، ادي نقطة. طيب سالب 1 كانت 0 يبقى عليها بالظبط هوبا برافو، 0 كانت سالب 3 0 انزل تحت عندي 3. طيب الواحد سالب 4، الواحد سالب 4 اجي عند سالب 4 احط نقطة. الاثنين كانت سالب 3 اجي عند سالب 3 واحط نقطة. الثلاثة كانت 0 يبقى لا هروح يمين ولا هروح شمال. الأربعة كانت 5. تمام، بص بقى بص بقى عشان تبقى شايف، بص بقى عشان تبقى عارف، انت عندك نقطة مغرقة وحيدة واللي على يمينها مثل اللي على يسارها. تمام، نفهم من كده ايه؟ انتظر معايا بعد ما ارسم لك الشكل المنحني. تمام، اطلع. تمام، وبعد كده اقول لك فيه ادي خط مستقيم انا رسمته ليه على النقطة اللي فاصلة لي ما بين اليمين واليسار اللي هم زي بعض. يبقى ده ايه؟ محور التماثل بتاعي. برافو، محور التماثل لما السين تساوي الواحد، السين هنا اهو السين تساوي الواحد، عند الواحد ورسمت محور تماثل. دائما محور التماثل يوازي محور السطح ان لم يكن محور الصدات نفسه. طيب ناخد كده ايه على جنب نشوف اللي انت عايزه ايه. اول حاجة انا هقول لك قبل ما تقول اللي انت عايزه، شوف ايه اللي طلع لنا ده يا عم الامور. ده بيقول لي شوف الثلاث خانات دول، الثلاث ارقام دول ماشي، 3 ارقام دول سالب 3 وصفر و5 او 5 وصفر وسالب 3 هم اللي على اليسار بحركة اليسار. وكمان نطلع لك حاجة، ايوه ايه ده متكررين، يعني ده اللي على اليمين وده اللي على الشمال، وزي ما هنا قال
ابتديت بالخمسة وانتهيت بالسالب 3 هعكسها، هبتدي بالسالب 3 وانتهي بالخمسة. طب اللي في النص الواحد والسالب 4 يبقى نقطة رأس المنحنى. طلعتهم من الجدول. ممكن ما تبقاش عندي نقطة رأس المنحنى، خلي بالك. أنا ممكن ما أقدرش أطلعها من الجدول وأشوف بعد كده ممكن أجيبها إزاي. طيب نروح نقطة رأس المنحنى هي إيه؟ 1 وسالب 4. ليه يا أستاذ؟ طب أنا مش فاضي أعمل كل ده. يا ابني حبيبي مفيش مشكلة، خدها من على الرسم. لو هو بيقول لي من على الرسم أوجد نقطة رأس المنحنى. فين رأس المنحنى؟ عنده 1 أنا اللي حاطط عليها الإيه؟ الليزر. 1 وسالب 4. مش دي رأس المنحنى؟ مش أنت نازل بالمنحنى من هنا من هنا ولحد النقطة دي اللي بعديها غيرت اتجاهه. ادي نقطة راس المنحنى، جبتها من على الرسم. حلو. عملت الحركة الظريفة بتاعت الأشكال اللذيذة دي، الطعمة دي اللي عامل لك طبقين ودحية يعني بيضة. يبقى نقطة رأس المنحنى 1 وسالب 4. طب معادلة محور التماثل، طب ما أنت كاتبها يا مستر أهي على الراس. س تساوي 1. يفضل إيه من المطلوب؟ عايز القيمة العظمى والقيمة الصغرى. سامع واد صغير يعني دي قيمة صغرى يا أستاذ. ليه يا ابني؟ معامل السين تربيع أكبر من الصفر. برافو يا ابني. ممكن تقول لي تعرفها بحاجة تانية؟ لأن ده المنحنى بيقع بأكمله فوق هذه النقطة. تمام يا ابني. يبقى معادلة آسف، اللي هي القيمة العظمى، القيمة الصغرى آسف، القيمة الصغرى هي سالب 4. وزي ما اتفقنا أقول تاني، محور التماثل وترفي أس 2 وأي خطوة غيرها هتخلي حلك طيب. شيل الطرفين. انت معايا يا ابني ولا مع الاسف؟ انت معايا يا ابني ولا مع الاسف؟ باخده من الإحداثيات السينية. س تساوي 1. القيمة الصغرى باخده من الإحداث الصادي. يبقى ايه اللي مطلوب منك في الأول؟ تجيب لي نقطة رأس منحنى بأي طريقة قلنا عليها. مفهوم؟ يا أستاذ طب أنا ما عنديش نقطة رأس المنحنى، ما جبتهاش بعد التعويض بالفترة، ما طلعتليش على الرسم وخاف أخمن حاجة. أقول لك ادخل على اللي بعده. بلاش يا عم. أدي الدالة التربيعية في الصورة العامة ليها. تمام؟ مش هنعيدها تاني. ويمكن إيجاد نقطة رأس المنحنى من قاعدة الدالة. يعني إيه قاعدة الدالة؟ قاعدة الدالة اللي هي أ س تربيع زائد ب س زائد ج. يعني السين تربيع والمعامل بتاعها والسين والمعامل بتاعها والحد المطلق. إذا احتاجنا، لكن احنا مش هنحتاجه دلوقتي. هتحتاجه لما ندخل فين؟ في معادلة الخط المستقيم ودلالة الميل والجزء المقطوع من محور الصدى. كلمة الجزء المقطوع من محور الصدى اللي هو بس هتبقى ممكن معادلة خطية من خط مستقيم. تمام. نيجي احنا يبقى أهم حاجة عندنا الألف والب. طب نشوف كده على نقطة رأس المنحنى قانونها ايه؟ بيقول لي سالب ب. احفظها كويس نفهمها على 2 ألف. سالب ب يعني دي اغير اشارتها واقسمها على 2 في معامل الس تربيع اللي هو الالف. وبعد ما اطلع سالب 2 اسف، بعد ما اطلع سالب ب على 2 ألف كام؟ أعوض عنها في المعادلة الآسف، أعوض عنها في الدالة بتاعتي وأشوف تطلع كام القيمة. تبقى دالة سالب ب على 2. يعني إحنا لما عندنا
المثال اللي فات ماشي اهو قدامك. اخد الف بكام يا ولاد؟ نعمل شرط كده على جنب. الف بواحد يا مستر. معامل السين تربيع هنا ايه؟ واحد. برافو يا ابني. طب ب بسالب 2 يا مستر. تمام. طب جيب بسالب 3 يا مستر. جيب عرف. تدخل على اول احداثي في نقطه راس المنحنى الاحداثي السيني بيقول لي سالب ب على 2 الف. يبقى سالب ب يعني سالب في سالب 2 على 2 في 1. ايوه يعني الكلام ده بواحد. يبقى سالب ب على 2 الف طلعت لي بواحد. يبقى الاحداث السيني بواحد. طب عايز الاحداث الصادي. ارجع يا عمي تعوض عن السين دي بالواحد ده. اهو شوف حركه الليزر. اخد الواحد ده واحطه مكان السين. نشوف طيب. حطيت الواحد. دالة الواحد. واحد مكان السين تربيع يعني واحد تربيع. طب الواحد مكان السين بس يبقى 2 زي اللي قدامها المعامل بتاعها في الواحد اللي مكان السين والسالب 3 ده يطلع لي سالب 4. يا يعني نقطة رأس المنحنى ايه؟ واحد وسالب 4 من اللي اتكلمت عليها المرة اللي فاتت وجبتها في الجدول. ايوه يا مستر. اللي اتكلمت عليها المرة اللي فاتت وجبتها في الرسم البياني. ايوه يا مستر. يعني هتقدر تعرف نقطة رأس المنحنى لو فرضنا انك انت ما لقيتهاش لا في الجدول ولا لقيتها على البيان. فهمنا؟ اتمنى ان انا اكون قدمت معلومة ولو بسيطة لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي في الدالة التربيعية. والقاكم على خير في درس جديد. وما تنسوش زي ما قلت لكم انا حليتها في الفيديو بالآلة الحاسبة. لو انت عايزني احلها لك زي التعويض ده اهو زي دالة واحد انت بتعوض بس. شفت دالة واحد لما عوضت عنها اهو ده استخدمت بايدي. واحد مكان السين تربيع يبقى واحد تربيع. سالب 2 اشيل السين واحط في واحد والسالب 3 نصف واشوفها تطلع لي العمليه الحسابيه دي كام. الى اللقاء وانتظركم في اخر ودرس جديد وشيكا كيكا ضاضة مستر. صحصح مع بعض عشان نسمع الدرس الجديد. اسمع الدرس الجديد. صحوا معايا. صحوا معايا. النهارده جبر. جبر الخواطر على الله. يلا اسمه بيع. اوعى تنسى قانونه احسن في الحل الضيع. حل تضيع لا يا عم. شكله بديع. خليك فاهم. احسن في الحل تضيع. تعادل الطرفين. معادلات وتعادل الطرفين. يا ريت ندعم القناه بسبسكرايب والاشتراك يعني. ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك ويا ريت نشير علشان الفايدة تعم للكل.